المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوة، وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي. وفاء بندور. مقر محكمة العدل الأوروبية باللوكسمبورغ هذا الصباح بقاعة الجلسات رقم 3. المحكمة تعلن إلغاء القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى للاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015. La Cour Grande Chambre déclare محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وترفض طعن البوليساريو من أجل الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تقرر الإلغاء. محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الطعن بإلغاء الاتفاق المذكور الذي تقدمت به جبهة البوليساريو غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوة، وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي. وحسب إعلان مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، فإن الطرفان أخذا علما بالقرار الصادر اليوم الأربعاء عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، القرار الذي يعد منصفا لمجلس الاتحاد الأوروبي والذي كان قد رفض القرار الأول بطلب من جميع الدول الأعضاء. وحسب ذات الإعلان المشترك فإن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يبقى ساري المفعول، مضيفا أن الطرفان يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعمل بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها بهذا الصدد. الإعلان المشترك خلص إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان حيوية هذه الشراكة المتميزة ويعتزمان العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في تصريح صحفي أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها والاتحاد الأوروبي من أجل تطوير شراكة نوعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما فيها المجال الفلاحي، مذكرة بموقف فرنسا الثابت حول الصحراء واعتبارها مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه. أخذت المملكة المغربية علما بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بهذا الخصوص أنه بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به البوليساريو والذي اعتبر غير مقبول، تكون محكمة العدل الأوروبية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير معني بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. بلغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أوضح أنه بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به البوليساريو والذي اعتبر غير مقبول، تكون محكمة العدل الأوروبية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر هذا الكيان غير معني بالاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وطبقا لهذا القرار فقد حكم على البوليساريو بتحمل كافة المصاريف التي تطلبتها الدعوة القضائية. وسنادا إلى ذات المصدر فإن المحكمة قررت إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر في دجنبر عام 2015 الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء. وبهذا القرار تصحح المحكمة العدل الأوروبية الانحرافات القانونية وتعدل التقديرات السياسية الخاطئة وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى. وسجل البلاغ أن المملكة المغربية القوية بحقوقها مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة
المغرب الاتحاد الأوروبي. وخلص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن المغرب يعبر عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا تمسكهم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة البلدان الصديقة التي انخرطت بشكل فعلي في الدعوة أمام المحكمة. وبدورها أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن قرار المجلس الأوروبي بخصوص تفعيل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد يبقى ساري المفعول، وذلك بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورفض المحكمة الطعن المقدم من طرف البوليساريو الذي سمح بالحفاظ على إطار الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وجهتنا اللحظة مركز القباب بإقليم خنيفرة، حيث يواصل أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذا نختم برنامجنا اليوم بالحديث عن موريتانيا، وفي نفس الإطار حيث كشف تقرير للبنك الدولي عن تقدم موريتانيا في تصنيف مؤشر تحسن مناخ الأعمال من الرتبة 20 إلى الرتبة 15 عربيا، ومن الرتبة 168 إلى الرتبة 160 عالميا. ووفقا لتقرير البنك الدولي فموريتانيا تقدمت في التصنيف خلال سنتين ب16 نقطة، مشيرا إلى أن هذه النتيجة التي وصلت إليها البلاد تعود إلى سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في توفير المناخ الملائم للاستثمار. فهل هي نتيجة مرضية؟ وما هي المقاييس التي اعتمدتها موريتانيا لتحقيق هذا التقدم؟ وما هي علاقة موريتانيا بالبنك الدولي؟ وكيف يمكن أن يساهم في تحسين وضعية المواطنين والرفع من مستواهم المعيشي والاقتصادي؟ التقرير التالي فيه المزيد. كشف البنك الدولي رسميا عن تقدم موريتانيا في تصنيف مؤشر تحسن مناخ الأعمال 2016 من الرتبة 168 إلى الرتبة 160. المسح الجديد أعلنته ممثلية البنك الدولي في نواكشوط عبر الفيديو، اجتماع انضم ممثلات البنك في نواكشوط وياوندي ونيامي. ووفقا لتقرير البنك الدولي في موريتانيا تقدمت في التصنيف خلال السنتين ب16 نقطة، مشيرين إلى أن هذه النتيجة التي وصلت إليها موريتانيا يعود إلى سلسلة من الإصلاحات التي ساهمت في توفير مناخ. موريتانيا سجلت في السنتين الماضيتين 16 نقطة من التقدم، 8 نقاط السنة الماضية، 8 نقاط هذه السنة.